هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 13 من يناير. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصص حلقة اليوم لتناول تقويم منظمة دول البحر الأحمر وخليج عدن. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. ترحيل عدد من اللاجئين الإريتريين من رواندا إلى النرويج. الكونغرس الأمريكي يضعف قدرات الرئيس ترامب في شن حرب على إيران. رئيس أركان الجيش الجزائري الجديد يتعهد بسلامة المتظاهرين في بلاده. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. نشرت صحيفة محلية في كيغالي عاصمة رواندا بأن النرويج بدأت في إجراءات تسفير عدد من اللاجئين المتواجدين في أحد المعسكرات المحلية. وقال وزير العدل النرويجي يورلن كيلمر بأن المخطط يهدف إلى ترحيل 500 لاجئ من المعسكر إلى النرويج، ويوجد من ضمن هؤلاء عددا من الإريتريين الذين تم ترحيلهم مؤخرا من ليبيا. وكانت النرويج قد تبرعت للمعسكر بمبلغ 5 ملايين دولار في وقت سابق. وقالت الصحيفة بأن السويد قد سمحت ل7 لاجئين بالسفر إليها من المعسكر. وكانت رواندا قد وافقت في اتفاقية مع الأمم المتحدة على استقبال حوالي 3000 لاجئ من المهاجرين الأفارقة من ليبيا، وتم تسكين أول دفعة من هؤلاء المهاجرين في معسكر يضم 300 لاجئ من ضمنهم 100 طفل، وأغلب هؤلاء اللاجئين هم من الإريتريين والصوماليين والإثيوبيين والسودانيين. ذكرت البي بي سي في خبر لها من واشنطن بأن أعضاء مجلس النواب الأمريكي أقروا قرارا يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن حرب ضد إيران. وحظي القرار وهو غير ملزم بدعم 224 من أعضاء المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ورفضه 194 عضوا، وينتظر أن يصوت عليه مجلس الشيوخ الذي توجد به أغلبية من الحزب الجمهوري. ويطالب القرار الرئيس بالحصول على موافقة الكونغرس قبل شن أي عمل عسكري ضد إيران إلا في حالة وجود هجوم وشيك يهدد الولايات المتحدة. وأطلقت إيران صواريخ على قواعد عسكرية توجد بها قوات أمريكية في العراق، وهو ما أدى إلى إصابة شخص بعد مقتل قائدها العسكري البارز قاسم سليماني في قارة أمريكية في العاصمة العراقية بغداد. وينص القرار الذي مرره مجلس النواب على وقف استخدام القوات المسلحة الأمريكية ضد إيران دون الحصول على موافقة الكونغرس. وشمل القرار على استثناء وهي حالة الضرورة للدفاع في حال وجود هجوم مسلح وشيك. ولم تعلن الولايات المتحدة أو إيران عن أي خطة جديدة لعمل عسكري. وقالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوشي في وقت سابق أنها لا تعتقد أن ترامب جعل الولايات المتحدة أكثر أمنا بعد الغارة التي قتلت سليماني. وكان ترامب قد حث أعضاء مجلس النواب من الحزب الجمهوري على التصويت رفضا للقرار. وتحدث عن معلومات استخبارية سبقت القرار التي قال سليماني قائلا أن الإيرانيين كانوا يريدون تفجير سفارتنا في العراق. وكان ترامب قد هدد في وقت سابق باتخاذ إجراء عسكري إذا استهدفت إيران عسكريين أمريكيين أو قواعد أمريكية، ولكنه لم يعلن عن أي عمل عسكري عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية. تعهد اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري الجديد بأن لا تراق أي قطرة دماء خلال مسيرات الحراك الشعبي مهما كانت الظروف. وقال شنقريحة في أمر يومي لأفراد الجيش نشرته مجلة الجيش الجزائري أننا سنبقى إلى الأبد جيشا وطنيا جمهوريا في خدمة الأمة فقط. وأوضح شنقريحة أن الحراك الشعبي سمح بفضل دعم الجيش له بتحقيق المطالب الشرعية للجزائريين من خلال مسيرات سلمية، واصفا إياه بأنه عزز رابطة جيش وأمة.
ودعا اللواء الشنقريحة لتوطيد هذه العلاقة لردع الأطراف المعادية، بالأخص جهات انفصالية قال أنها تعمل لصالح دول أمس. وحدد اللواء الشنقريحة جملة من الرهانات والتحديات التي رسمتها المؤسسة العسكرية كأهداف، على رأسها محاربة الإرهاب الذي لم يبقى منه سوى شراذم صغيرة كما قالت المجلة. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. ترحيل عدد من اللاجئين الإريتريين من رواندا إلى النرويج. الكونغرس الأمريكي يضعف قدرات الرئيس ترامب في شن حرب على إيران. أخيرا، رئيس أركان الجيش الجزائري الجديد يتعهد بسلامة المتظاهرين. استمعتم فيما مضى مستمعاتي ومستمعي الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة أرينا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات والمستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والذي نتابع فيه بالرصد والتعليق إلى أهم الأحداث في إريتريا والإقليم والعالم. ونخصص حلقة اليوم لتناول القمة التي عقدت مؤخرا في الرياض، والتي انتهت إلى توقيع ميثاق بإنشاء منظمة جديدة لدول البحر الأحمر وخليج عدن بدعوة من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز. نقدم لكم تقاريرا خبرية من موقع الحدث، ونختتم بتعليقنا المعتاد على الحدث. فأهلا وسهلا بكم مجددا. هذه إذاعة إرنا. ونبتدئ معكم مستمعاتي ومستمعي الأفاضل من الرياض، ونقدم لكم التقرير الذي قدمته وكالة الأنباء السعودية، والذي احتوى على الخبر التالي: استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهم معالي وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري، ومعالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ومعالي وزير الخارجية بدولة إريتريا عثمان صالح، ومعالي وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية محمد الحضرمي، ومعالي وزيرة الخارجية بجمهورية السودان أسماء محمد عبد الله، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود يوسف، ومعالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية أحمد عيسى عوض. ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حملهم الملك نقل تحياته وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بسبل تطوير التعاون المشترك بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبارك خادم الحرمين الشريفين تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن والتوقيع على ميثاق المجلس. الجدير بالذكر بأن ميثاق هذه المنظمة الجديدة تم توقيعه في الرياض في 6 من الشهر الجاري، وأصبحت العاصمة السعودية الرياض هي مقر المنظمة الجديدة. ومن الأهمية أن نذكر بأن أهداف التحالف أو المنظمة الجديدة هي مواجهة المخاطر المشتركة، حماية حركة التجارة والملاحة، تعزيز القدرات الأمنية والعسكرية للدول الأعضاء. وفيما يلي مستمعي ومستمعات الأفاضل، نقدم لكم التقرير الذي كتبه الصحفي السعودي صالح الزيد لجريدة الشرق الأوسط في 8 من الشهر الجاري بعد يومين من توقيع الميثاق. ثم نقدم لكم تقريرا خبريا للصحفي عبد صالح لجريدة الوطن، ثم نعقب ذلك كله بتعليقنا على الحدث، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. مجلس البحر الأحمر وخليج عدن مبادرة للتصدي لأطماع إيران وتركيا، بقلم صالح الزيد لجريدة الشرق الأوسط السعودية. ألقى تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الضوء على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة البحر الأحمر وخليج عدن، التي تعد من أهم الممرات المائية في شرايين الاقتصاد العالمي.
إذ تمر نحو 14% من حركة التجارة الدولية عبر مضيق باب المندب وقناة السويس، وتحاول الكثير من الدول السيطرة على هذا الممر الملاحي المهم أو تقليل أهميته الاقتصادية عبر فتح ممرات أخرى. وبعد توقيع وزراء خارجية 8 دول عربية وأفريقية في الرياض ميثاق المجلس الذي يجمع الدول المطلة على الممر المائي الفاصل بين قارتي آسيا وأفريقيا لمسافة تزيد على 2000 كيلومتر، أكد خبراء الأهمية الاستراتيجية لتوقيع هذا الميثاق، رابطين ذلك بأبعاد سياسية واقتصادية وعسكرية وتاريخية تلعبها هذه المنطقة، والتي جذبت أنظار دول أخرى نحوها وحاولت إيجاد موطئ قدم لها في ممراتها المائية. ويهدف المجلس إلى تعزيز الجهود لتحقيق المصالح الأمنية والسياسية والاستثمارية وتأمين حركات الملاحة البحرية في هذا الممر المائي الدولي. وربط وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تأسيس المجلس الجديد بالمرحلة الحساسة التي نحن أحوج ما نكون فيها إلى تسريع وتيرة تعاون دولنا وتعزيز قدراتنا بما يمكننا من مواجهة أي مخاطر أو تحديات تواجه منطقتنا والعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن. لازلتم تستمعون مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى تقرير الصحفي السعودي صالح الزيد تحت عنوان مجلس البحر الأحمر وخليج عدن مبادرة للتصدي لأطماع تركيا وإيران. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وقال الباحث في الدراسات الاستراتيجية اللواء الدكتور محمد الحربي أن البحر الأحمر والخليج العربي هما قلب العالم الحديث وشرايين الحياة، والسعودية مركز الثقل الاستراتيجي لارتباطها بهما. وتبع أن الخليج العربي والبحر الأحمر منطقتان جغرافيتان متلازمتان تشكلان عمقا استراتيجيا لكليهما كوحدة سياسية واحدة. وأوضح الحربي للشرق الأوسط أن البحر الأحمر بموانئه يشكل البديل الاستراتيجي لنقل النفط في حال تعرضت موانئ الخليج إلى أي ضرر، مشيرا إلى أن البحر الأحمر يمر عبره من 3 إلى 14% من حجم التجارة العالمي من كلا الاتجاهين، مضيق باب المندب جنوبا وقناة السويس شمالا، إذ تعبره 23 ألف قطعة بحرية سنويا. وأكد الباحث أن المنطقة تعد مكان جذب مما يثير أطماع الكثير من الدول بها منذ عقود، إذ دخلت عبر المسار الاقتصادي للهيمنة والسيطرة على أحد أهم الممرات المائية في العالم، مشيرا إلى أن التوغل الإيراني في بعض الدول الأفريقية وموانئها إضافة إلى وجود قواعد عسكرية ومصفات بترول، فيما دخلت تركيا إلى بعض الدول الأفريقية بمشاريع تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار. وقال أن الدول ال8 استشعرت الخطر لأن ذلك له تداعيات على الأمن القومي العربي خصوصا على هذه الدول. لازلتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تستمعون إلى تقرير الصحفي صالح الزيد لجريدة الشرق الأوسط السعودية، وهو تحت عنوان مجلس البحر الأحمر وخليج عدن مبادرة للتصدي لأطماع إيران وتركيا. هذه إذاعة إرينا. ويواصل صالح الزيد القول: إلى ذلك قال رئيس مركز ديمومة للدراسات والبحوث الدكتور تركي القبلان أن أهمية البحر الأحمر تأتي من كونه يفصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، إضافة إلى النواحي الاقتصادية، يعد ممرا للتجارة العالمية، وتتدفق عبره ناقلات النفط إلى الدول المنبع وإلى الدول المستهلكة، مؤكدا أهمية هذا الممر المائي بما فيه باب المندب وقناة السويس. وأضاف أن المهددات الاستراتيجية في وقتنا الحاضر هي محاولة السيطرة على الممرات المائية. وشدد القبلان على أن البعد والأهمية التاريخية للبحر الأحمر، لافتا إلى أن التاريخ يشهد على أطماع دول عدة في هذا الممر المائي، خصوصا إيران منذ عدة قرون، وتركيا التي ترغب في تقليل أهمية هذا الممر عن طريق فتح قناة اسطنبول بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط حتى يكون خط الحرير البحري الممتد من الصين إلى أوروبا عبر تركيا، مع وجود مخاطر وتحديات أخرى مثل القرصنة وغيرها. ويهدف المجلس إلى جمع الجهود والتنسيق وتحديد تناغم أكثر بين هذه الدول ال8 المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن للحفاظ على أمنها ومكتسباتها، والتعاون والتشاور والتنسيق فيما بينها بما يحقق مصالحها، إذ أن المصالح والأخطار لهذه الدول مشتركة، وتواجه هذه المنطقة
الكثير من التحديات من قراصنة أو ميليشيات إرهابية، كما تعد موقعا تتنافس الدول للسيطرة عليه. وازدادت أهمية موقع الممر المائي الذي يعد أحد أهم الشرايين الرئيسية للتجارة الدولية بعد شق مصر قناة السويس الجديدة التي وفرت الوقت والمسافة والجهد والمصاريف، بما يعود بخفض قيمة السلع في حركة التجارة العالمية. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل التقرير الخبري الذي كتبه صالح الزيد لجريدة الشرق الأوسط تحت عنوان مجلس البحر الأحمر وخليج عدن مبادرة للتصدي لأطماع تركيا وإيران. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. لا زلتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تتابعون حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والتي نخصصها لتناول تكوين مجلس دول الخليج العربي وحوض عدن، والتي تم التوقيع على ميثاق تأسيسها في العاصمة السعودية الرياض في 6 من الشهر الجاري. وفيما يلي نقدم لكم التقرير الخبري الذي كتبه أيضا الصحفي علي عبدي لصحيفة الوطن السعودية، وهو تحت عنوان اتفاق أمني واقتصادي واستثماري للممر المائي. ويقول الصحفي علي عبدي: أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله عن توقيع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وأن الميثاق سيرفع لقادة تلك الدول الذين سيعقدون اجتماع قمة سيدعو إليه خادم الحرمين الشريفين، مشددا على أن هذا الميثاق يعزز مواجهة دول المجلس للتحديات والمخاطر التي تحيط بها من كل جانب. وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي عقب التوقيع: تم التوقيع على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي يجمع السعودية ومصر والأردن والصومال وإريتريا والسودان واليمن وجيبوتي، وسيكون مقر الكيان في الرياض. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية استشعارا لقادتنا لأهمية التأسيس والتشاور حول الممر المائي الحيوي الذي يمثل أهمية اقتصادية وتجارية واستثمارية للاقتصاد العالمي، باعتبار البحر الأحمر معبرا مهما للتجارة العالمية ما بين دول شرق آسيا وأوروبا. في ظل التحديات في المنطقة، فإنه يتعين علينا مضاعفة الجهد والتنسيق بين دولنا للوصول إلى التكامل في كافة المجالات، والذي من أجله أنشأنا هذا المجلس في إطار الأمن والاستقرار والتنمية. مجهود مشترك. أشار الأمير فيصل بن فرحان إلى أن المجلس هو مجهود مشترك بين دول المنطقة للحفاظ على أمنها ومكتسباتها، والتعاون والتشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء بما يحقق مصالح الشعوب. وقال: نأمل أن يكون مكسبا لجميع من في المنطقة وليس للسعودية فقط، لافتا إلى أن الهدف من المجلس هو جمع جهود دول المنطقة وتحقيق مصالحها المشتركة ومواجهة الأخطار المحدقة بها، خاصة أن المنطقة تمر بفترة حساسة جدا. لذلك لا بد من رفع مستوى التنسيق والتعاون فيما بينها لتحقيق المصالح المشتركة، ولذلك تم تأسيس هذا الكيان لمواجهة جميع المخاطر والاستفادة من الفرص المتوفرة، خاصة أن البحر الأحمر منطقة مهمة تجاريا واقتصاديا وفيها ثروات كبيرة جدا، ويجب التعاون على استغلالها لرخاء الشعوب والمنطقة. لازلتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تستمعون إلى التقرير الذي قدمه علي عبدي لصحيفة الوطن السعودية تحت عنوان اتفاق أمني واقتصادي واستثماري للممر المائي. هذه إذاعة إرينا. ويقول علي عبدي: بيّن الأمير فيصل بن فرحان أنه ليس هناك حاليا تصور لبناء قوى عسكرية مشتركة بين الدول الأعضاء، موضحا أن جميعها تتمتع بقدرات دفاعية وسوف يكون هناك تنسيق ثنائي بينها، ومن الممكن أن يتطور هذا التنسيق إلى جماعي ومستمر. وقال: لكنني لا أتصور حاليا أن هناك توجهات لإنشاء قوة جديدة تحت مظلة هذا الكيان. وبدوره أوضح وزير الخارجية الصومالي أحمد عيسى عوض لجريدة الوطن أن هذا الاجتماع مهم للغاية بالنسبة للصومال، كونها من الدول المؤثرة والمطلة على خليج عدن، ولدينا أطول السواحل في القارة الأفريقية، كما أن الصومال أحوج للتعاون بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، خاصة أنها تأثرت من الصيد غير الشرعي والتلوث والإرهاب. وعلى هذا الأساس فإننا نرحب بهذا الكيان،
مبينا أن الاتفاقيات لها أهداف كثيرة، منها اقتصادية وأمنية وثقافية وتجارية واستراتيجية وتشاورية بين الدول الأعضاء، دون أن يشمل ذلك التدريب العسكري للقوات الصومالية. من ناحيتها قالت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله أن الميثاق والاتفاقيات معنية بدول المنطقة المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والتعاون يشمل كافة المجالات الاقتصادية والأمنية والبيئية، إضافة إلى الاستفادة من ثروات البحر الأحمر وربط التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات الخاصة باستثمار البحر وخيراته. وأضافت أوجه التعاون العسكري بين الدول الأعضاء مطروحة وتهم دول المنطقة خاصة مع التحديات المحيطة، حيث يجب أن يكون الممر البحري المهم خاليا من المهددات الأمنية، والتعاون الأمني مطروح كجزء من التعاون الشامل بين الدول الأعضاء، وهنا تكمن أهمية تسريع وتيرة التعاون وتعزيز القدرات. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل التقرير الصحفي الذي أعده الصحفي علي عبدي لصحيفة الوطن السعودية تحت عنوان اتفاق أمني واقتصادي واستثماري للممر المائي. وبعد هذان التقريران اللذان سلطا الضوء على طبيعة التعاون الجديد بين دول البحر الأحمر وخليج عدن، نعود لنقول بأن الظرف الدولي الذي يتأسس فيه هذا المجلس الجديد هو ظرف صراع مكشوف تقوده المملكة العربية السعودية من ناحية، وتشترك فيه كل من الأمارات ومصر والأردن وإريتريا وجيبوتي والسودان، وتنأى الصومال عنه بحكم علاقاتها المتميزة بكل من قطر وتركيا رغم دخولها في عضوية المنظمة الجديدة، وربما كان دخولها بسبب ضغوطات تعرضت لها للانضمام. من ناحية أخرى هناك جبهة أخرى تتكون من إيران من جهة وتركيا وقطر من جهة أخرى، والحركات الإسلامية المؤيدة خاصة تنظيم الأخوان المسلمين بتسمياته المختلفة. وأيا كانت المواجهات وأماكنها فهي لا علاقة لها بالأمن والسلم والاستقرار والتنمية، بل ما نشاهده هو أحلاف سياسية تقويها خزائن الدول الغنية من أجل تحقيق الانتصار في الوضع الراهن والمعقد في الشرق الأوسط، والذي التهب مؤخرا بالمواجهات الإيرانية الأمريكية. ومنطقة الشرق الأوسط بعد احتلال العراق والحرب الأهلية في سوريا وليبيا أصبحت ساحة مواجهات مكشوفة يدفع فيها المال والسلاح والبشر دفعا نحو المواجهة. وإريتريا حسمت خيارها للأغنى والذي يدفع أكثر، فمن قبل كانت حليفة لإيران وتحت الضغط نفضت يدها منها، ثم مالت نحو قطر ووقعت في حضنها سنوات عديدة، وبعد ذلك خاصمتها لتذهب إلى أبو ظبي والرياض. وفي كل الأحوال وفي كل توجه جديد لأسمرة هي لا تضع المصالح الدائمة للشعب الإريتري نصب عينيها، بل طموح زعيمها الأوحد هو أن يميل حيث تميل الأموال، ليبقى سنوات أخرى في سدة الحكم في البلاد التي أجاع سكانها وشردهم في أصقاع الأرض المختلفة. لذلك فإن هذا المجلس وتكوينه سوف يرتبط ارتباطا مباشرا بما سوف تؤول إليه الأوضاع، فإذا جنحت الأمور نحو التهدئة فسوف يكون مصيره أدراج النسيان. هذه إذاعة إرينا. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل إلى حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، وخصصناه لتناول مجلس دول البحر الأحمر وخليج عدن، والذي تم توقيع ميثاقه في العاصمة السعودية الرياض في 6 من الشهر الجاري. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعاتي ومستمعي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام برنامجنا أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. ترحيل عدد من اللاجئين الإريتريين من رواندا إلى النرويج. نشرت صحيفة محلية في كيغالي عاصمة رواندا بأن النرويج بدأت في إجراءات تسفير عدد من اللاجئين المتواجدين في أحد المعسكرات المحلية. وقال وزير العدل النرويجي يوران كيلمر بأن المخطط يهدف إلى ترحيل 500 لاجئ من المعسكر إلى النرويج، ويوجد من ضمن هؤلاء عدد من الإريتريين الذين تم ترحيلهم مؤخرا من ليبيا.
الكونغرس الأمريكي يضعف قدرات الرئيس ترامب في شن حرب على إيران. ذكرت الBBC في خبر لها من واشنطن بأن أعضاء مجلس النواب الأمريكي أقروا قرارا يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن حرب ضد إيران. وحظي القرار وهو غير ملزم بدعم 224 من أعضاء المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ورفضه 194 عضوا آخرين، وينتظر أن يصوت عليه مجلس الشيوخ الذي توجد به أغلبية من الحزب الجمهوري. رئيس أركان الجيش الجزائري الجديد يتعهد بسلامة المتظاهرين في بلاده. تعهد اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري الجديد بأن لا تراق أي قطرة دم خلال مسيرات الحراك الشعبي مهما كانت الظروف. وقال شنقريحة في أمر يومي لأفراد الجيش نشرته مجلة الجيش الجزائري أننا سنبقى إلى الأبد جيشا وطنيا جمهوريا في خدمة الأمة فقط. كان هذا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم. وفي الختام تقبلوا تحياتي محدثكم فتح عثمان، ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.